تقدر تكمل قرايتك هنايا وما تلقاش الخدمه. الشباب واش غيبقى يدير في المغرب اصلا؟ ما خدامش، اش غيبقى يدير؟ اللهم يمشي يقلب على راسو في بلاصه اخرى. الاغلبيه ديال الشباب المغربي الحلم ديالهم هو الهجره، ما كيشوفش المستقبل ديالو هنا، كيشوف سنوات من حياته كتضيع وهو كيدور في نفس الدوامه، ما قادرش يخلق ديك الحياه اللي كيحلم بها. الحياه الحقيقيه بالنسبه لي كاينه مورا البحر، الشيء اللي كيخليهم يغامروا بحياتهم من اجل حياه افضل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، واش الهجره السريه هي الحل لكاع المشاكل ديال الشباب المغربي؟ الجواب بكل بساطه هو لا. الهجره السريه ما عمرها كانت هي الحل للمشاكل اللي كيعاني منها الشباب المغربي، لانه الا قدر هذا يهاجر هذاك ما يقدرش، الا هاجروا 10 ف1000 ما يقدروش. كاين اللي خدام على والديه، كاين اللي عنده وليدات، وكاين اللي عنده الزوجه ديالو، كاين اللي عنده ارضه. اذا الهجره السريه ماشي هي الحل لهذه المعاناه. وهنا غادي نطرح واحد السؤال اخر، الا ما كانتش الهجره السريه هي الحل فشنو هو الحل؟ الحل غادي نعرفوه في هذا الفيديو. ولكن اولا قبل ما نبداو خلي معك واحد التعليق، دير مشاركه للفيديو، خلي لايك، المهم دير اي حاجه باش هذا الفيديو يطلع. طلبتوا مني نرجع للمحتوى الطويل، راني استجبت للطلب ديالكم، ولكن في المقابل انتم دعموني باش نكمل في هذا المحتوى، لانه بدون الدعم ديالكم الا ما كانش هذا المحتوى كيطلع مستحيل نكمل فيه. بزاف ديال الشبان كيعتقدوا بلي مجرد ما غادي يحرق ويوصل للضفه الاخرى الحياه غادي تكون ورديه، غادي يولي غني في ساعه، غادي يصوفي والديه، غيجيب البورش، غادي يبني فيلا في بوسكوره. ولكن الحقيقه ليست كذلك. صحيح ان الشباب كيشوفوا الحرق هو الحل الوحيد للمشاكل ديالهم، ولكن الحقيقه هي ان الهجره السريه ماشي هي الحل الامثل، حيت كتعرض راسك بزاف ديال المخاطر. الحرق هو رحله مليئه بالمخاطر والصعوبات، وللاسف قليل اللي كيدوي على هذا الشيء. فاش كتحرق انت معرض للغرق في البحر، انت معرض للاستغلال من طرف المهربين. بزاف ديال الناس نصبوا عليهم فلوس جمعوها بالريق الناشف، خدم عليهم سنين وشهور باش يجمعوا، وفي الاخر تنصب عليه. فاش كتحرق غتعاني معاناه كبيره، سواء قبل الوصول او بعد الوصول. قبل الوصول ممكن تموت في البحر، ممكن ياكلك الحوت، وبعد الوصول كتعيش نوع اخر من المعاناه. ما عندك فلوس، ما عندك اوراق، ما عندك خدمه، ما عندك فين تسكن، ما عندك لغه، ما عندك فين تمشي، كتعيش هارب ومعزول على المجتمع، كتحس بالوحده والضياع، وكيكون عليك واحد الضغط نفسي رهيب، حيت كتواجه مع تحديات جديده في حياتك، وفي بلدان جديده كتبقى تفكر واش غادي تلقى خدمه ولا لا، واش غادي تاكل ولا لا، واش غادي تسكن ولا لا. ما كتعرف لمن تعطي الراس، كتحس بالغربه والحقر، كتحس بالحقره من جوج ديال الجهات، كتحس بديك الحقره اللي تحقرتي في بلادك وخلاتك تهاجر، وكتحس بالحقره ديال دوك الناس اللي حارق عندهم، دوك الناس اللي كيتشكاو كل نهار من المهاجرين، كتحس بالتمييز منهم وكيقصيوك، حيتاش انت بكل بساطه ماشي منهم، ما تولدتي تما، ما كتهضر اللغه ديالهم، البشره ديالك ماشي بحال ديالهم. كتحس بلي الناس تما كيشوفوك انت اقل منهم، وكيقولوا كون كان الخير في بلادو ما غاديش يجي لعندنا، وحتى الا توفقتي تخدم ما غاديش تخدم قانوني، ما غاديش تخدم بحقوقك، غتخدموا تحضر الراس، غيديروا بك كما كيديروا المشغلين المغاربه الافارقه اللي كيجيو لهنا كيحرتوا بهم وكيعطيو جوج فرانك، حيتاش ديجا عارف بلي ما عنده فين يمشي، هو مضطر انه يخدم عنده بدوك جوج دريال. نفس الشيء كيطردوا ليه المغاربه المهاجرين بطريقه غير شرعيه في اسبانيا وايطاليا، ما كيستقبلوهمش في التمر والحليب، بالعكس كيطردوا الحقره والتمييز وشلا مصايب. وهنا فين خاصنا نطرحوا واحد السؤال مهم باش هاد الشباب ما يطردوش لهذا الشيء، باش ما يفكروش في الهجره اصلا. خاصنا حلول ممكنه باش الشباب المغربي يبقى في بلاده وسط عائلته وسط الناس بحاله، معزز مكرم في بلاده. شنو خاص يدار باش هاد الشباب ما يبقاوش يفكروا في الهجره؟ كاينين بزاف ديال الحلول باش نواجهوا هاد الاشكاليه. خاصنا نبحثوا على حلول بديله كتساعد الشباب على البقاء في وطنهم الام، ويحققوا الاهداف والطموح ديالهم بلا ما يضطروا يغامروا بحياتهم في قوارب الموت. ومن بين هاد الحلول لابد من تحسين الفرص الاقتصاديه، خاص يتم دعم المبادرات اللي كتخلق فرص عمل للشباب، خاص يتم تقديم دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه باش هاد الشباب يمكن لهم يلقاو فرص عمل في المغرب ويحققوا الطموحات ديالهم هنا. خاص يتم تطوير التعليم والتكوين، خاص يوقع واحد التحسين من جذر في جوده التعليم والتكوين المهني، خاص يتم توجيه الشباب نحو مجالات عليها طلب كبير في سوق العمل، هادشي اللي غادي يساعدهم باش يكونوا مؤهلين لسوق العمل ومتطلبات الشركات. ماشي انت تقري بنادم الميتافيزيقيه اللي مابقاش قدام حتى في القرن 19، كتقري بنادم امور تسالى ليها التاريخ من الستينات، وفاش كيخرج لسوق الشغل كيتصادم مع الواقع. خاص الشباب يحصلوا على تشجيع المشاريع ديالهم، خاص يتوفر الدعم المالي والاداري للشبان اللي عندهم افكار مشاريع، خاص يتم تقديم قروض غير ربويه وميسره للشباب، وكذلك خاصهم يحصلوا على التكوين في مجال رياده الاعمال. هادشي غادي يساعد الشباب على انهم يحولوا الافكار ديالهم الى مشاريع ناجحه. بزاف ديال الدراري عندهم افكار خطيره ولكن كيخصهم التمويل، فكيبقى يدور يدق في البيبان حتى كيعيا، وفي الاخر كيشوف مول الفلوكه باش ينقذ ولا يموت في البحر. خاص يتم تحسين الظروف المعيشيه، اللي شفتي دابا المغرب المعيشه غاديه من سيء الى اسوء، الناس تقرب الغلا وكلشي واكل الدق من ناحيه المصاريف. اما السكن فخاص يكون باسعار معقوله. بزاف ديال الناس في المدن الكبرى كيحطوا 50 حتى 60% من الصالير ديالهم غير في الكرا. وكذلك خاص يتم تحسين بيئه العمل، خاص الدوله تصرى على ان الشركات كتقدم بيئه عمل صحيه وعادله للعمال ديالها. وفاش كنقولوا بيئه فاحنا كنتكلموا على الوريقات، الضمان الاجتماعي، التغطيه الصحيه، ساعات عمل محدده وصالير في المستوى، صالير كيليق بهذا الغلا اللي حنا عايشين فيه. راه كاينين شركات كيستعبدوا بنادم وبجوج فران واللي دوا كيطرد. هادشي كامل يدوينا عليه دابا، هاد الشقله كامله بامكانها انها تساهم في ان الشباب يبغيو يستقروا ويبنيو حياتهم في المغرب، ما غاديش يبقاو يفكروا في الهجره الا لقاو الظروف الملائمه، او على الاقل غادي ينقصوا. راه اليوم ولينا في كارثه، كاع الجيل الصاعد كيفكر في الهجره. انا شخصيا اللي كندوي معاه
معاك المحيط ديالي كامل كيفكر في الهجره، وهذا جا نتيجه للقرار. فلي توفر ظروف العيش الكريم ما كاينش شي واحد اللي غادي يبغي يتغرب في بلاد هاد الناس، ما كاينش شي واحد غادي يخلي والديه وبلادو يمشي يتكرفس في قنت اخر. دونك الهجره ماشي هي الحل هو تكوبي داكشي اللي كاين في دوك الدول اللي كيهاجروا ليها ودير ليه كولينا، لانه في الاخير الشباب ما طامعينش في دوك الدول الاوروبيه بحد ذاتها، يعني في البنيان والثلج وداكشي، طامعين في الحياه اللي كتوفر تما. الا شفتي ديك الحياه لهنا مستحيل يفكر شي واحد يغامر بحياته باش يجري لاوروبا. وفي الاخير بغيت نقول لك الا وصلتي لهنا كنقول لك شكرا بزاف، ما تنساش تفاعل مع الفيديو وتخلي لي الراي ديالك حيت هو مهم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.